مصر الأرجنتين، بعبارة أدق ميسي محمد صلاح. على ملعب أتلانتا تثبت الفيفا المكان والزمان لمباراة مصر والأرجنتين، الفراعنة لتحقيق حلم آخر بعد تجاوز دور الثاني بعد 30، والأرجنتين لتسلق الخطوات نحو تكرار مجد قطر. أعطى فرنسي الإذن لبداية المشهد الذي ينشد فيه المصريون حكما عادلا ينقض كل شبهات البزنس وتوجيه النتائج في أدوار متقدمة كهذه. الدقائق الأولى للمعركة حملت مشهدا لم يكن في حسبان عشاق المستديرة. الفراعنة يدقون أول مسمار في نعش أسطورة اللعبة وملكها ليونيل ميسي. يرتقي ياسر إبراهيم فوق الجميع ليدون اسمه واسم بلده بهدف جعل ميسي يتساءل مع نفسه: هل سيعاد مشهد الرأس الأخضر من جديد؟ استمر اللقاء وكما كان منتظرا الأرجنتين تبحث عن التعديل من كل الطرق، وكل باب طرقته إلا وتجد حارسا وقد أغلق كل المنافذ. شوبير يبقي مصر على قيد الحياة. فجأة الفار يتدخل، ضربة جزاء لبطل العالم. ميسي في التنفيذ وشوبير يبقي على تألقه. في الشوط الثاني ضعف الفراعنة الزاد بعد أن أخرج هيثم خطا دفاعيا كاملا عن الخدمة، وزيكو يقضي على أحلام ميسي، عفوا أحلام إنفانتينو ولو مؤقتا. الفار يتدخل مجددا للتفتيش عن سبب لوقف الفضيحة التي تحصل بالمستطيل الأخضر. في هكذا حالة يغيب القانون ويحضر منطق: الغاية تبرر الوسيلة. وفعلا ينجح المخطط، تلامس بسيط جعلوه يرقى إلى مستوى إلغاء الهدف. بقي المصريون يجتهدون من أجل التعويض ووأد أي فرضية قد تحصل فيما تبقى من دقائق. زيكو مجددا يحدث زلزالا رج به شوارع الأرجنتين. آخر المتشائمين لم يكن ينتظر سيناريو تكون فيه الأرجنتين على موعد مع الوداع على يد منتخب ليس له باع بالبطولة. وبينما يستعد العالم لتقبل الصدمة والمعجزة، يظهر سيد اللعبة وملكها ميسي وإحدى عرضياته المعتادة. الأرجنتين تقلص فرضية الخروج. هذا هو الأسطورة حتى وفي شيبته يبقى يافعا عندما تكون الكرة بين قدميه، تركه حرا كمن ترك عدوه وراء ظهره. بعد دقائق قليلة يعيد ليونيل ميسي مرة أخرى بلاده من الموت. هدف التعادل وفرحة البرغوث تؤكد أن المعركة كانت حامية الوطيس. صدمة مصرية بضياع تحقيق المعجزة في آخر رمق المباراة. ولأن كرة القدم أضحت عالم مال وبزنس، فكان لابد للفار أن يكمل المشهد. خطأ مزدوج داخل مربع العمليات. يرتد هدفا بشباك مصر. إنزو فرنانديز يحول مسار المعجزة من سيناريو إلى آخر. مطالبة مصرية بتحقيق العدالة في استغلال التكنولوجيا كما كان لصالح الأرجنتين، غير أن الرفض كان هو سيد الموقف. رفض رآه كثيرون إنقاذ للأسطورة ليونيل ولإنفانتينو. فالعودة إلى الفار كانت قد تؤدي إلى مشهد سيخسر فيه الفيفا نسبة مهمة من مداخل ثروتها، حتى بدا الفار شبيها بمجلس الأمن، حاميا للكبار وأداة على الصغار. مبروك للفائز وهارد لك لمصر.